بيكم في حلقة جديدة من حلقات اتعلم مع لابوبو في 30 يوم بس. عندي كلمة زي كلمة ذهب، اكتبها بالذال ولا بالزاي يا لابوبو؟ طب بص كمان، ده انا عندي كلمة زي كلمة جلسة، اكتبها بالسين ولا بالث؟ طب كلمة برضو زي كلمة ظرف، اكتبها بالظا ولا بالضاد ولا بالزاي؟ اكتبها بايه يا لابوبو؟ بصي يا مس اسماء، انا هقولك الحل. تعالي نتاخد الورق ده كله على جنب ونعرف النهارده الحروف اللثويه. عندنا اول حرف في الحروف اللثويه حرف الذال، حرف الث، حرف الظا. ايه هما؟ 3 حروف لثويه، الث والذال والظا، الث والذال والظا. ماشي. انت دلوقتي لو قلت لي كلمه زي كلمه ذهب وطلعتي فيها طرف لسانك، يبقى انت كده عايزاها بحرف الايه؟ بحرف الذال. بحرف الايه؟ بحرف الذال. ذهب ذهب. طب بصي كلمه زي كلمه ظرف، ظرف انت طلعت فيها طرف لسانك، ظرف، يبقى هنختار الحرف اللثوي. طب بصي انت لو قلت هنا كلمه زي كلمه جلثا وطلعت طرف لسانك، يبقى هنكتبها بالث، هنكتبها بالايه؟ بالث. طب انت قلتيها جلسا، يبقى بالسين عادي. اتفقنا؟ اتفقنا يا لابوبو. يلا نقول لاصحابنا لو ما اشتركوش في القناه يلا يشتركوا بسرعه عشان يوصلهم كل جديد، ويعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يوصلهم كل جديد المره الجايه. باي باي.